لازم تضبط حساسيتك بدون اضافات يا صديقي فدوى اروح لك. انت لما اليوم تروح للتدريب ودا تضبط حساسيتك بفول اضافات، ومن تدخل الجيم تلقى الايم مالتك يرقص، اكيد لان انت داخل التدريب ضايف كل الاضافات مال سلاح، وهاي الاضافات تزيد من الثباتية بنسبة 37%. لذلك لما تدخل الجيم وما عندك اضافات بالسلاح راح تلقي السلاح مالتك يرقص. لذلك اذا اردت تضبط الحساسية مالتك فضبطها بدون اضافات. هاي الشغلة الاولى يا صديقي فدوى اروح لك، لان الاضافات كلش مهمة داخل السلاح وتزيد من الثباتية مالته. الشغلة الثانية مثلا اجيت تريد يعني خلينا نقول تريد تثبت ايمك بسكوب معين، قبل ما تجي وتريد تثبت ايمك بهذا السكوب لازم تثبت ايمك بدون سكوب صديقي. يعني هساني من نجي ارمي بدون سكوب حلو وايمي ثابت، او ضبط ايمك عن طريق الريد دوت، قبل ما تجي وتخلي سكوب على السلاح وتريد تضبط حساسية سكوب، وانت اصلا حساسية السلاح العادية يعني سلاحك بدون سكوب ما عندك بي ايم، وتجي تريد تضبط حساسية على سكوب معين. اتمنى وصلت الفكرة، واذا عجبك خلي لايك ومتابعة وبكيفك بعد.